طيب قصة الهرمونات قصة يعني منهية قتل بحثا. مفيش فرخة في مصر فيها هرمون ما ينفعش اصلا. عشان الفلوس. لو هرملنا السعر يعلى قوي، تكلفة تزيد قوي جدا. لو اي حد وكلكم قاعدين على جوجل اسال على سعر هرمون كذا والجرعه بتاعته كذا، هتلاقي سعر الهرمون قد سعر الفرخ. طب انا اديها هرمون وفي الاخر هبيعها كيلو في المزرعه ب 70 ب 80 ب 90. برضو كلام لا يعقل. بما اننا في الحته بتاع الهرمونات، اتصدر للناس ان مربين الدواجن بيستخدموا حبوب منع الحمل لزياده وزن الفرخه. شريط الجنيرة النهارده بكام والدموره بكام؟ ما اعرفش. طيب اسال وانت تعرف. كام؟ ببلاش ب5 جنيه الحاجات موانع والله رخيصه. مش لا ابقى حضرتك اسال هتلاقيه ب 205. طيب ايه يعني الحبايه واقفه تقريبا ب 20 جنيه. لا ما تتزكاش عليا. طب حاضر حقك عليا. اقل ازازه دواء ريتل بتحط في التانك بتاع الشرب الفراخ يوميا ب 2000 جنيه. اسمها ايه؟ ريتل دواء. لتر على كام؟ على 1000. برافو عليك. طيب انا عشان اجي احط حبوب زي دي، يوم ما هقول انا ما حطيتش، محتاج كجرعه تديك نتيجه في الفراخ ولا 20 30 علبه عشان تركيز النص جرام. بص يا استاذ علي، التركيز ده انت بتقنعني من ناحيه التكلفه يعني ممنوع. اذا هو امر وارد يعني مش ممنوع. لا ما اقدرش اعمله اصلا يا باشمهندس. انت بتقنعني ان عشان املى التانك 1000 رتل شرب فراخ عايز 200 علبه. حلو. العلبه بكام؟ انا مش بتكلم مادي. ماشي. اذا الفكره متاحه اصلا ان احنا نحط موانع حمل للفراخ عشان تكبر. انا متاح ادي الفراخ مخدرات، بس هل هديها مخدرات؟ لا يعني متاح كل حاجه. طبعا ممكن اديها مخدرات. ايه رايك؟ ها؟ رد عليا. انا اصطدمت. انا مش لا اصطدمت في ايه؟ سؤال تاني. اصل حضرتك بتقول لي متاح. طيب متاح ان اديها مخدرات؟ رد عليا ولا لا؟ لا مش متاح. ازاي؟ ايه؟ هتديها ازاي؟ مين اللي قال لك اديها ازاي؟ مخدرات يعني. المخدرات الكيماويه يعني ما ينفعش اديها الكذا ايا كان المسميات. يا باشمهندس ما تاخدنيش في سكه مقطوعه. ما الفائده؟ يعني انت خدت لي مثال بعيد قوي. ما الفائده من المخدرات اديها للفراخ؟ لا انت حضرتك بتقول لي هو ينفع. ينفع. هو الناس لا لحظه ممكن اديها بس انا مش هديها عشان قسط. يعني من الناحيه الماديه الموضوع مكلف جدا، انما فكره ان انا ادي الماده دي فعلا بتزود. انا عايز اوصل هي بتزود الماده دي. لو احنا حطيناها حبوب منع الحمل بتزود الفراخ، بتزود وزن الفراخ؟ ده السؤال. تديها بالتركيز المطلوب هتلاقي نفسك دفعت قد ثمن الفرخه مرتين 3 4. برضه خدتني في حته ان انا ما بحطهوش عشان غالي. انا السؤال ما انا ما ينفعش احطه عشان غالي. انا مشروع تجاري يا فندم. انا مشروع تجاري. انا بشتغل عشان اكسب. حلو. هعمل الحركه دي، هزود 200 جرام ثمنهم النهارده 180 قرش، هحطه قدامهم 15 جنيه عشان اخد 180 قرش. ده يبقى متخلف. طيب يعني انت برضه خدتني في الحته الحسابيه. بما انه مشروع اقتصادي فحسبتها حسابيه، انما انا السؤال حبوب منع الحمل بتزود وزن الفرخه؟ ما بتزودش وزن. مش ما بتزودش وزن الفرخه لو اتحطت بكميات قليله جدا 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 جدا. لا هتزود ولا هباء. ويوم ما هتزود 50 جرام و100 جرام بربع ثمن اللي انت هتدفعه عشان تزود حجمها.